السلام عليكم ليكيب. اليوم راح نحكو على فضيحة الكبيرة في جوائز الكاف الذي أقيمت بالمغرب، وإقصاء كل ما هو جزائري. نبدأ برياض محرز، توج بثلاثية مع مانشستر سيتي وغير متواجد في قائمة أفضل لاعب. ما يهمش ديها أحسن لاعب، لا يوجد حتى في قائمة أفضل لاعبين. علاش؟ الله أعلم. ومع الأخير رانا نتحدث على سبب إقصاء كل ما هو جزائري. نروح أيضا للاتحاد العاصمة المتوج بكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2023، غير متواجد أيضا في قائمة أفضل نادي، وحتى في أفضل نادي مع الثلاثة الأولين ومكاش. روحوا نزيدو المنتخب الوطني الجزائري لم يتعرض لأي هزيمة في 2023، غير متواجد في قائمة أفضل منتخب. موريتانيا والموزمبيق أفضل من الجزائر. عمر راسك هذه. جائزة أفضل لاعب إفريقي محلي، إقصاء كل لاعبين اتحاد العاصمة متوج بالدوبلي. هنا واش خوتي عفوا نستنتج من كاف والأسباب اللي خلات الكاف تتعامل هكذا مع الجزائر، وهي التطبيع اللي قال. راك تتخيل؟ معليش، التطبيع والسياسة دخلوا في كرة القدم إفساد، خاصة إفريقيا تتحكم فينا دول الغرب كما تحب. لازم تطبع باش تنال الجوائز، تخدم لصالح كيان الصوص باش تدي الجوائز. لا حنايا نسحقوا التتويج، ما يهمناش الجوائز. الكاف التوج وهذا ما كان زاهي مع شعبك ومع الأنصار ديالك، هذا ما يهمنا. أما جوائز جبر الخواطر عندها لمن يمدوها للناس اللي مطبعة ويعبدوا كيان الصوص. راهم باينين شكون خوتي. ومن أسباب إقصاء اتحاد العاصمة من جوائز الكاف هو التيفو الأخير على فلسطين. ونقول لكم أنا تحيا فلسطين، وما يهمناش جوائز جبر الخواطر، يهمنا القضية الفلسطينية ونكونوا رجالة. هذا ما كان، ما نخرجوش رخاص. ولقجع من أسباب فساد الكاف الحقيقة. اللي تقبل الهضرة تاعي اللهم بارك، ما تقبلهاش روح اخبط راسك على الحيط. هذه هي. المهم موقف الجزائر يبقى ثابت، لا للتطبيع ولو يمحونا من الكرة الأرضية. هذه هي كلامنا. وتحيا اتحاد العاصمة وألوان اتحاد العاصمة وفقط. وكونوا بقوة خوتي، يوم الأحد إن شاء الله راح تكون سهرة جميلة مع اتحاد العاصمة. ونقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. يا سلام.